في منتصف العقد الأول من الألفية، ظهر اسم جديد في البرازيل جعل الجميع يتحدث عن الموهبة القادمة: ألكسندر باتو. مهاجم يملك السرعة، المهارة، والإحساس بالمرمى، حتى أن كثيرين لقبوه بخليفة الظاهرة رونالدو. زوروني كل سنة مرة، حرام تنسوني بالمرة. فضلا وليس أمرا، قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا الصلاة على النبي. موهبة باتو لم تنتظر طويلا حتى تنفجر، ففي عمر 17 عاما فقط سجل مع انترناسيونال البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية. معلنا أنه مشروع نجم عالمي، سجل في ذلك الموسم 11 هدفا خلال 26 مباراة، ليصبح أحد الركائز الأساسية في نادي انترناسيونال. الخطوة التالية كانت أوروبا. عام 2007 أعلن ميلان التعاقد مع المهاجم البرازيلي الشاب، ومع أول ظهور له في السان سيرو قدم نفسه بهدف رائع ضد نابولي. Pallone con il destro per servire subito Sedor, poi servito Pato in profondità, controllo di Pato. جعل الصحافة الإيطالية تتحدث عن الفتى الذهبي. سنواته الأولى في ميلان كانت مشتعلة. في موسم 2008-09 سجل باتو 18 هدفا في الدوري الإيطالي، ليصبح هداف الفريق الأول متفوقا على نجوم كبار. قدرته على الجري خلف المدافعين وإنهاء الهجمات بلمسة واحدة جعلت الجماهير تراه مستقبل الروسونيري. في موسم 2010-11 وصل باتو إلى قمة عطائه، سجل 14 هدفا في الدوري، وساهم بشكل مباشر في تتويج ميلان بلقب الكالتشيو لأول مرة منذ 7 سنوات. وفي ليلة الديربي ضد إنتر، حين كان اللقب على المحك، هذه التشكيلة التي تبدو بالمناسبة هجومية منذ اللحظات الأولى. انطلاق الآن لباتو، كرة ملعوبة للأمام وكرة هدف أول. دون هدفين تاريخيين ما زالت الجماهير تتذكرهما حتى اليوم. لكن أبرز لحظات مسيرته جاءت في أوروبا. في سبتمبر 2011 في قلب ملعب الكامب نو، الصحافة وقتها قالت إن ميلان وجد مهاجم العقد القادم، لكن هنا بدأت القصة تنقلب. منذ موسم 2011-12 بدأت الإصابات تضرب باتو بلا رحمة. تمزقات عضلية متكررة جعلته يغيب عن عشرات المباريات، من لاعب يسجل باستمرار إلى لاعب يقضي معظم وقته في غرفة العلاج. بين 2011 و2003 خاض باتو أقل من 30 مباراة مع ميلان، وسجل أهدافا معدودة مقارنة بأرقامه المبهرة سابقا. في النهاية اضطر ميلان إلى بيعه لينتقل إلى كورنثيانز، ثم تنقل بين أندية عدة: ساو باولو، فياريال، تشيلسي، تيانجين الصيني، وأخيرا أورلاندو سيتي في الولايات المتحدة. لكن رغم هذه التنقلات لم يعد ألكسندر باتو أبدا ذلك المهاجم المرعب الذي أرعب دفاعات أوروبا. اليوم حين ننظر إلى مسيرة باتو نرى قصة كلاسيكية عن لاعب كان يمكن أن يصبح أحد أعظم مهاجمي جيله، لكن جسده خذله في أصعب اللحظات. هو تذكير مؤلم أن الموهبة وحدها لا تكفي، وأن الإصابات قد تغير مجرى التاريخ. ومع ذلك يبقى في ذاكرة جماهير ميلان ذلك